أهلا بيكم في قناتكم دويتش ميت فيا. فيديو النهاردة هيكون عن تركيب الجملة Satzbau. بس الأول لازم نعرف إن عندنا 3 أنواع من الجمل. أول حاجة الجملة الخبرية اللي هي زي أنا اسمي، أنا بقول لك اسمي. تاني جملة الجملة الاستفهامية اللي احنا بنسأل فيها أي نوع من أنواع الأسئلة، اللي هي زي أنت اسمك إيه أو زي اسمك إيه. وآخر حاجة السؤال بنعم أو لا لما نسأل بهل. النهاردة هنشرح كل واحد من الأنواع ال3 بشكل منفصل. يلا بينا نبدأ. أول حاجة الجملة الخبرية Aussagesatz زي mein Name ist. Also in einem normalen deutschen Satz steht das Verb immer in Position 2. يعني بالجملة الخبرية يكون موقع الفعل في المرتبة الثانية زي mein Name ist. أنا اسمي فلان. هنا الفعل ist متصرف مع الفعل sein. يعني الجملة الخبرية يكون عندنا الأول الفاعل وبعدها الفعل وبعدين نكمل الجملة. وفي حاجة ممكن في الجملة الخبرية ممكن نبدل كل شيء، بس أهم حاجة الفعل يكون في المرتبة الثانية. Beispiel زي ممكن نقول الاسم ist mein Name، وكمان ممكن نقول mein Name ist كذا، بس أهم حاجة الفاعل يكون في التصريف الثاني أو المرتبة الثانية. دلوقتي نديكم مثال مع شرحه عشان نوضح الموضوع أكتر. trinkt eine Cola. إنه يشرب الكولا. ملاحظين انتم ملاحظين في الجملة الخبرية أول حاجة الفاعل، تاني حاجة trinken يجي الفعل في المرتبة الثانية فعل يشرب trinket. تالت حاجة وآخر حاجة في الجملة يكون المفعول به eine Cola. الخلاصة في الجملة الخبرية عندما يكون بتتكون من فاعل وفعل ومفعول به. تاني حاجة عندنا الجملة الاستفهامية اللي بنسأل فيها باستخدام was يعني ماذا وwann يعني متى. وسايب لكم في صندوق الوصف فيديو بيشرح أدوات الاستفهام. نبدأ المثال بتاعنا البايشبيل. Wie heißen Sie؟ ما اسم حضرتك؟ في الجملة الاستفهامية أول حاجة أداة الاستفهام wie، وتاني حاجة heißen في المرتبة التانية، وآخر حاجة الفعل sie، وآخر حاجة خالص ما ننساش أبدا Fragezeichen اللي هي علامة الاستفهام. خلاصة الجملة الاستفهامية بتبقى الاستفهام في الأول وبعد كده الفعل وبعد كده الفاعل وبعد كده علامة الاستفهام. مثال على كده was machst du؟ ماذا تفعل؟ فأول حاجة was أداة الاستفهام، تاني حاجة machst الفعل، تالت حاجة du الفاعل، وآخر حاجة علامة الاستفهام. ونجاوب على الجملة الاستفهامية بجملة خبرية. مثال ذلك was macht er؟ ماذا يفعل؟ trinkt Wasser. ده الرد، يعني هو يشرب الماء. وتالت حاجة النهاردة جملة نعم أو لا. السؤال فيها هنا بيكون بهل. Also in einer Ja-Nein-Fragen steht das Verb in Position 1. يعني جملة النعم أو لا الفعل دايما بيكون في المرتبة الأولى. وعندنا مثال على ذلك Beispiele. Gehen Sie nach Hause؟ هل ذهب حضرتك إلى البيت؟ زي ما انتم ملاحظين زي ما بنسأل بالعربي بنسأل بالألماني، بس الفرق بين الألماني والعربي ان احنا بنحط الفعل في أول الجملة وبعدها زي الفاعل وآخر حاجة تكملة الجملة، وطبعا آخر حاجة ما ننساش علامة الاستفهام. وهنا الإجابة بتكون بنعم أو لا زي ja ich gehe nach Hause. نعم أنا ذاهب إلى البيت. وممكن نجاوب nein ich gehe nicht nach Hause. لا أنا لن أذهب إلى البيت. ناخد مثال على ذلك. المثال بتاعنا البايشبيل kommt sie aus Spanien؟ الإجابة تكون ja sie kommt aus Spanien. هنا جاوبنا بيا نعم هي من أسبانيا. أو nein sie kommt nicht aus Spanien. هي ليست من أسبانيا. والوقتي احنا اخدنا 3 انواع من الجملة الخبرية، الجملة الاستفهامية،
جملة السؤال إجابته نعم أو لا. كده احنا خلصنا درس النهاردة. نتمنى يكون الدرس عجبكم، وهو درس مهم جدا في دراستكم للغة الألمانية. ونشوفكم في درس جديد من دروس قناتكم Deutsche mit wir. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. Auf Wiedersehen.